السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك في قناة الوحش البادج الإنجليزي. أول حاجة بس تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كنت بتستفيد من الفيديو أو بتستفيد من محتوانا اعمل لايك وشير ومتابعة عشان يوصلك كل جديد. تمام. النهاردة إن شاء الله بإذن الله بنتكلم على بعض من معلومات عن الإنجليزي. في ناس كتير قوي بتربي إنجليزي وفي الآخر بتشتكي إن الإنجليزي ما بيشتغلش. دي مشكلة عندها هي، مش مشكلة عند الطير. بمعنى ان انت دلوقتي حضرتك بتجيب مثلا لون معين وعايز تديه لون معين عشان تجيب منه تركيبات ريمبو، تجيب منهم فل الاحجام، حاجات من هذا القبيل. تمام. انت عندك مشكلة بتقابلك، دي ارادتك انت ان انت عايز تجيب لون معين مع حاجة معينة عشان توصل لمستوى معين او شكل معين. تمام. دوت طبعا غير إرادة ربنا وغير إرادة الطير. بمعنى إن إرادة الطير ليه إرادة، بيبقى فيه عصافير سواء ذكورة أو نوتي بيبقى ليهم مواصفات في شريك حياتهم. مثلا هي واخدة أزرق أو حبة أزرق، لو اديتها أخضر هيأكلها ويقعدوا مع بعض وتحس إنهم متألفين، لكن مش هيشتغل، مش هترضى. لكن غير واديها ذكر ازرق هتلاقيها اشتغلت من اول عش. ممكن يقعد معاها الذكر الاخضر ده سنه ما تشتغلش. تمام. دي اراده الطير. اراده ربنا طبعا في كل شيء طبعا. تمام. لكن احنا في الاول وفي الاخر بنسعى للاخضر. طيب بنحاول نعدي الازمه دي ازاي؟ تمام. بالنسبه للانجليزي احنا ما بنقدرش في الانجليزي يعني نقدر نحكم عليه ان هو شغال ولا مش شغال الا اذا اتأكدنا ان هو فعلا في عيب. ازاي؟ يعني مثلا الذكر خصب وكسر النتاية والبيض رايق، خلاص كده يبقى في مشكلة. تمام. عند الذكر. طب حضرتك النتاية ما اشتغلتش خالص وما حصتش وانتهى في سن شغل، تمام، وما عندهاش مشاكل وانتهى كانت شغالة قبل كده، تمام، يبقى النتاية ديت مش قابلة الذكر دوت والجوز ده مش هيتوافق مع بعض. فبنعمل ايه؟ بنجيب مثلا 5 نوتي 5 ذكورة ونحطهم في مطار كبير ويبتدوا هما اللي يختاروا بعض. الوان مختلفة مش نفس اللون، الوان مختلفة. الانجليزي قد ما الوانه بتبقى مميزة بتبقى جميلة وسعرها كويس، لكن اللي بيفرق في الانجليزي الحجم والهيد والمستوى. فانا كده مش فارق معايا بقى، انا فارق معايا مستوى. فطالما فارق معايا مستوى هجيب 10 عصافير مستوى كويس هحطهم مع بعض. تمام. وكل فترة هاخد منهم جوز اختار بعض وهاخده وهديله باب. من هنا هقدر امسك انجليزي كويس ومش هيبقى عندي مشاكل في عدم الشغل. في ناس كتير بتجيب ذكر من الشمال نتاية من اليمين حطهم في قفص عايزينهم يشتغلوا، مش هيحصل. ولو حصلت مرة ما بتحصلش التانية، لأن الإنجليزي طبيعته تقيل في شغله. فتخيل بقى لو اديته حاجة كمان مش على مزاجه فمش هيديك اللي انت عايزه. فبنعمل ايه؟ نرجع تاني بنجيب مطار بنحط فيه 10 حتت أو 20 حتة زي ما انت شغلك شغال. تمام. ولو لقيت حاجات مش شغالة طلعها تاني حطهم في مطار واعزلهم ذكورة لوحديها ونوتي لوحديها 10-15 يوم لحد ما الذكورة والنوتي تنسى اللي كانوا واخدينهم او اللي كان معاهم في العش. جميل. وبعد كده سيادتك تقوم جاي رددهم تاني كلهم في مطار واحد وتشوف الاستجابة هتبقى لمين، واول جوز يستجيب مع بعضه قوم جاي ماخده وقوم جاي مديله عش. خلاص كده يبقى انت باذن الله ضمنت ان الطير هو اللي اختار بعضه مش انت اللي اخترته. في اللحظة ديت ساعتها ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقك باحسن موسم باذن الله ان شاء الله. ان كنت اول مرة تشوفنا او اول مرة تتابعنا اعمل لايك وشير ومتابعة، وان كنت استفدت من الفيديو اعمل مشاركة عشان غيرك برضو يستفاد. تمام. ورقم التليفون للتواصل لاي استفسار 011 40 88 42 72. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.